السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان أن يسوع ليس ابن الله الوحيد. النصارى بتقول أن يسوع هو ابن الله الوحيد، مستشهدين ببعض النصوص في العهد الجديد اللي بتقول مثلا على سبيل المثال في يوحنا 3:16 يقول النص: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أيضا في رسالة يوحنا الأولى 4:9 يقول النص: بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد. وهكذا نجد نصوص بتتكلم على أن يسوع هو الابن الوحيد لله، لكن هذا الكلام كلام خاطئ، فيسوع ليس هو الابن الوحيد، لأن في نصوص أخرى بتقول أن الله له أبناء أخرى. لوقا 3:38 يقول: آدم ابن الله. آدم ابن الله. طيب إذا كان آدم ابن الله، يبقى كيف يكون يسوع هو ابن الوحيد؟ في سفر الخروج 4:22 يقول النص: إسرائيل ابن البكر. إسرائيل ابن البكر. يبقى الله كده عنده آدم وعنده إسرائيل، يبقى كيف يكون يسوع هو الابن الوحيد؟ أيضا في سفر إرميا 31:9 يقول النص: لأني صرت لإسرائيل أبا وإفرايم هو بكري. يبقى أيضا إفرايم ابن من أبناء الله، يبقى في آدم وفي إسرائيل وفي إفرايم، يبقى كيف يكون يسوع هو ابن الله الوحيد؟ أيضا سليمان ابن الله. في سفر الأخبار الأول 22:9 يقول النص: هو ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة وأريحة من جميع أعدائه حواليه، لأن اسمه يكون سليمان، فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامه. هو يبني بيتا لاسمي، وهو يكون لي ابنا وأنا له أبا. وهو يكون لي ابنا وأنا أكون له أبا. يبقى هذا الكلام معناه إن يسوع ليس هو الابن الوحيد، لأن آدم وإسرائيل وإفرايم وسليمان هم أبناء الله، فهذا يثبت تعارض وتناقض الكتاب المقدس. نلقاكم الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.